مش مهم تعرف المصطلحات دي لو مش مهتم بالبيزنس. والله انا كنت بتفرج على شارك تانك وكان بيتقال مصطلحات كتيره جدا في البيزنس ما كنتش فاهمها. تعال ندردش فيها سوا. بتسمع عن مصطلح الليد، وهو ده العميل اللي مهتم بالبيزنس بتاعك بس لسه ما اشتراش، زي ان هو سجل في الموقع بتاعك بالايميل عشان حد من السيلز يكلمه او يتفق معاه لحد ما يشتري. بتسمع عن مصطلح الكونفرجن ريت او معدل التحويل، يعني لو المحل بتاعك دخلوا 100 حد زاروا النهارده بس اللي اشتروا 10 اشخاص بس، الكونفرجن ريت بتاعك هو 10%. طب بتسمع مصطلح الكاستمر ريتنشن او الاحتفاظ بالعملاء بتوعك، ودي هي قدره البيزنس ان يخلي العميل بتاعك يرجع يشتري منك مره واثنين وثلاثه و10 ويجدد الاشتراك، يعني العملاء بتوعك عندهم ولاء للبيزنس بتاعك. طب بتسمع مصطلح التشيرن ريت او معدل الفقدان، لو عندك 100 عميل كل شهر لكن 20 منهم بيلغوا الاشتراك بتاعهم يبقى التشيرن ريت بتاعك هو 20%. طب بتسمع عن مصطلح الاب سيلينج والكروس سيلينج، والاب سيلينج انك تقنع العميل بتاعك ان هو يشتري النسخه الاعلى من المنتج اللي هو واخده، مثلا لما بتخش الكافيه تلاقي الفرق ما بين القهوه الصغيره والكبيره مش كبير قوي فتروح تجيب الكبير. الكروس سيلينج هو البيع المتقاطع، وهو انك تقنع العميل بتاعك ان هو يشتري منتجات تكميليه للمنتج الاصلي اللي هو كان واخده. فانت مثلا لو جبت ايفون فتروح تجيب جراب وايربودز وهتجيب اي تاج. انا حاسسك لسه ما شبعتش وعايز مصطلحات اكتر في البيزنس. ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان لما تفتح بيزنس، ما تنساش تعمل لي فولو عشان هجيلك بارت 5 ومصطلحات جديده في البيزنس.